نغتنم شكرا سيد الرئيس. نغتنم فرصة وجودي هنا باش نطلب من المجلس باش يخصص لي جلسة على قضية الديون ونعطيه فيها كل التفاصيل، وهذه تكون فرصة على خاطر نسمعوا الحقيقة في برشا كلام وفما برشا خلط نوضحوا فيها الوضع متاع الديون متاعنا مقارنة ببلدان أخرين، شنو هو المستوى والحجم والسوتنابيليتي متاع الدات، وناخذوا فيها الوقت اللي نوضحوا برشا حيثيات على خاطر بما فيها صندوق النقد الدولي وهذا وبما فيها كل الديون. للإشارة كهو نعطي كلمتين ومن بعد نطلب منكم في إطار لجنة ولا في إطار جلسة عامة، واحنا مستعدين باش نجيو نحيو اللبس على الحكاية هذيا كما نقولوا نفركوها الرمانة، لأنه نسمعوا في برشا كلام خلينا نوضحوها. نعطيكم بعض المؤشرات على الأقل باش يرتاح. نقارنوا المديونية متاع تونس بالمديونية باش نعطيكم بعض البلدان مثلا اللي هي قريب كيفنا نحن، المغرب ومصر والأردن. تونس 44%، المغرب 58%، مصر 79% والأردن 75%. كي نقارنوا بلدان أوروبية، تونس 44%، بلجيكا 99%، فرنسا 90%، إسبانيا 90%، بولونيا 55%، تركيا 37%، وكرواتيا 54%. يعني هذايا باش ننسبوا خلينا 79% من الناتج الخام. يعني هذا باش ننسبوا باش ما نخافوش وما نخوفوش. حاجه اخرى، لا انا حبيت نوضح رجاء زملاء نسمعوا بعضنا. وبعد انا على ذمتكم باش ندخلوا اكثر في التفاصيل، فاش نستعملوا فيها، شنو القيمه اللي قاعدين ناخذوا فيها، وكل التحاليل اللي خاصتها. وهذه تكون فرصه للنواب وتكون فرصه للشعب باش يعرف الوضعيه نتاع المديونيه. وشكرا.